كام؟ لو كل سؤال خدت عليه $5، ده انا هقعد لكم اسبوع هنا. حياك الله ضيفنا الشيعي المحترم، حياك الله، اتفضل. هات سؤال. لماذا كل الأديان متشابهة؟ في ماذا؟ طبعا لان الاديان اول حاجه الرسائل السماويه في كثير، يعني ليس كل ما في الانجيل مثلا، ليس كل ما انزل على المسيح عليه السلام حرف. قد تجد شيء من الصواب لم يحرف، وعند اليهود قد تجد شيء من الصواب لم يحرف. ولذلك إن كان في ذلك نعم. وإن كنت تقصد بقى من بدع أو ضلالات موجودة الآن في من هم داخل دائرة الإسلام يفعلونها وفيها تشابه بالأقوام السابقين أو بالأمم السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سنن من كان قبلكم. ما تتسنن بقى يا حبيبي. جميل جميل، بس عندي سؤال. طب لو أجبتك عليه تتسنن؟ زي وإذا ما جاوبتني عليه؟ لا، لو أجبتك عليه أجيب لك سندوتش جبنة، مش مهم تتسنن. هات اسمعني سؤال، هات سؤالك. أسئلة، والله العظيم والله العظيم إذا جاوبتني عليها جواب مقنع وقاطع وكافي ووافي سوف أتسنن، مو بس أنا أتسنن، حتى أجيب جماعتي وأولاد عمي يتسننون بعد. اتفضل. بس خليني أكمل بدون مقاطعة. اتفضل. أولا إذا نحكي بمنظور فلسفي، منذ خلقة آدم جاءت حضارات كثيرة، وكل الحضارات جاء فيها أديان لم تخلو من الأديان، صحيح لو لا؟ كمل بقى سؤالك كله وبعدين أنا أجيبك إن شاء الله. نعم حلو، لم تخلو من الأديان، لكن كل الأديان متشابهة، وكل الأديان أصبح فيها تحريف وقتال وفرق، وكل من يكفر الثاني، صحيح أو لا؟ خلص سؤالك كله بقى وأجيبك إن شاء الله، أنت قلت لي ما تقاطعنيش. تمام، كل من يكفر الثاني. فلماذا؟ لأن الأديان كلها ذات طابع بشري، ذات طابع بشري لن تختلف عن الطبيعة البشرية، والإسلام هو أكثر دين حصلت فيه فرق وقتال واقتتال وتكفير. فلماذا لم يضع الرسول ضوابط محددة مسننة، كل ما يريد واحد يطلع عنها تضربه هذه الضوابط؟ ليش خلى هيك الدين يعني عشوائي عبثي؟ خلصت؟ خلصت. طيب شوف يا محمد، الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، فأصل كل ديان هو سماكم المسلمين من قبل، فأصل كل الديانات التي أرسل بها الأنبياء تدعو إلى الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة. وكان بعد موت النبي، يعني مثلا المسيح عيسى عليه السلام، هل صلب عيسى يا محمد؟ صلب؟ في الديانة المسيحية يعتقدون أنه صلب. وأنت؟ أنا لا أعتقد أنه صلب. نعم، الله قال بل رفعه الله إليه، وفي الآية الأخرى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فحينما رفع المسيح عيسى عليه السلام انقسم النصارى إلى عدة أقسام، فعيسى عليه السلام ما كان يعبد، عبد، وأتى بولس وغير ما غير، واليهود كذلك. أما اختلاف الإسلام أكثر منهم فده سبحان الله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة. اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة. فالنبي صلى الله لكن هذا لم يذكر في القرآن. إيش؟ هذا حديث لم يذكر في القرآن أن أمتي تفترق. نعم، ما هو الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة متممة للقرآن، فهي وحي أيضا وتشريع. فالنبي أخبر أن الأمة ستفترق إلى فرق كثيرة، وأخبر الفرقة الناجية منها وردعهم بالكتاب والسنة. فالفرقة الناجية التي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين فهموا منه الدين. ما أنا قاعد دلوقتي وأمامي تلاميذ، فأنا بشرح للتلميذ هذا وهذا 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 وذا، ويروني يسألونني، يسألونك عن المحيض، ينزل الإجابة من الله قل، ويسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن الساعة قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك قل. والتلاميذ عندي جالسين يسألوني وأجيبهم، يسألوني وأجيبهم، وأعلمهم وأقول لهم تصلون كذا
وحينما تصومون تفعلون كذا، والصدقات تسوون كذا، وفعل الخير كذا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا ولا ولا، وأبين لهم كل شيء. فخيرة الناس هم صحابتي الذين آمنوا بي وآمنوا بما عندي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الأمة تفترق ل 73 فرقة كلها في النار إلا الفرقة ما كان عليه أنا وأصحابي الذين تعلموا مني. ومع ذلك لا نثبت للصحابة العصمة، لكن دول كانوا أقرب الناس للوحيين، كانوا أقرب الناس للاستماع إلى القرآن أول ما نزل القرآن، أول من استمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أقرب للناس للوحيين من آل بيته. لا، ما هم احنا دي بقى النقطة اللي لابد بينها لك دي في الشيعة محمد، ان احنا نقصد الصحابة هنا ليس الصحابة فقط. يعني الصحابة هنا يدخل فيهم علي بن ابي طالب من اهل بيت النبي ابن عم النبي، الصحابة هنا يدخل فيهم ابن عباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حبر الامة وترجمان القرآن ان يعلمه التأويل، الصحابة هنا يدخل فيهم العباس عم النبي صلى الله عليه واله وسلم، الصحابة هنا يدخل فيهم آل الحسن والحسين برضه وسيد شباب اهل الجنة، الصحابة يدخل فيهم الآل والصحب. ما عندنا عنصرية، النبي يأتي يميز اهل بيته فقط. انا بعلم صحابتي يسألون، لكن آل بيتي لا، حاجة بعيد عنكم، حاجة تانية، دول مكانتهم اعلى، دول افضل. لا، ده بقى دين عنصري، ده بقى دين عنصري. أتى نبي من الأنبياء قرب أهل بيته فقط، الإمامة في أهل بيته فقط، العصمة في أهل بيته فقط، العلم في أهل بيته فقط، الولاية في أهل بيته فقط، كل ده أهل بيت أهل بيت. لا، هذا بقى دين عنصري. لكن ما نقصد هنا يا محمد إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة دول أي الصحابة وأهل البيت، فدول اللي سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. أتى كل من أتى بقى بأفعال تخالف ما كان عليه النبي والصحابة، فهذا هو الذي على الضلال. هسه ذكرت أن الصحابة هم الأقرب للنبي، بس الصحابة في كتبكم هم ضالين. وفي القرآن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه. مش أنت بتاخد من القرآن دلوقتي وما عندناش في الصحابة في كتبنا أن في كتاب قال ضالين، وهسمع منك شبهتك، بس مش أنت المفروض بتاخد من القرآن؟ القرآن الآن أمرنا باتباعهم وسماهم بالصادقين، وأنت جاي تقول لي بالضالين. أصدقك أنت ولا أصدق القرآن يا محمد؟ كيف تقول بالصادقين وهم اختلفوا على النبي؟ لم يختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم رازية الخميس، صح؟ إذا ماذا فعلوا في سقيفة بني ساعدة؟ هاي أول شيء. أنا جاي أحكي بصورة عامة، يعني ما طيب محمد، أنت بتتشعب، بس خليني قبل ما أجيبك على سقيفة بني ساعدة، هل أنت ترى الصحابة ضالين أم صادقين؟ أنا أراهم ضالين. طيب، ولو أثبتت لك من القرآن أنهم صادقين، تترك القاذورات التي في قلبك على الصحابة؟ زين، بس ما لخصتك أنت تقول أنا سمعتك كل ما في البخاري صحيح، أليس كذلك؟ نعم. والطامة الكبرى أن البخاري هو نفسه يقول أن الصحابة ضالين. هات الدليل. يبقى احنا كده أمام 3 نقاط. لو أثبت لك أن القرآن أثبت أن الصحابة صادقين، تأخذ به وتترك القاذورات التي في قلبك. رقم 2 شبهة سقيفة بني ساعدة، وسأرد عليها الآن. رقم 3 ان البخاري قال ان هم ضالين. خلينا اجاوبك على الاثنين دول ومن ثم اجيبك على الآية. بس حتى تفتهمني، بس ما لخصتك. لا خلينا اجاوبك الاول على سقيفة بني ساعدة الاول، لان انت عارف انا لا اترك شبهة الا والقي بها والا وارد عليه. بس ما لخصتك حتى تفتهم شنو انا جاي احكي. انا يعني مالي غلط بالقرآن، لان انا اصلا ما اعترف بالقرآن. انت لا تعترف بالقرآن؟ لا انا ربوبي لان جميع الاديان ورد فيها خطأ. طب بس انت كنت شيعي يا محمد، وانا عارف انك شيعي. عموما خلينا اجاوبك الاول على النقاط ديت عشان ضيوفنا الشيعة. اول حاجه، الصحابه رضي الله عنهم لم يختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات النبي ولا بد ان يكون خليفه بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم. ما ينفع الامه بدون خليفه. المنافقون يتربصون بالمدينه، المنافقون يتربصون بكل شيء. بالمدينة يتربص المنافقين، جيش مسيلمة الكذاب إن علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم وأغار على المدينة بدون قائد، بدون ماذا سيحدث؟ سيحدث ارتباك، فلا بد للصحابة فاجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه. تاني حاجة، القرآن قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فسمهم بالصادقين. رقم 3، البخاري لم يقل أنهم ضالين. رقم 4 يا محمد، بتقول لي أنك ربوبي، كيف أثبتت الرب ولماذا خلقك الرب؟ خلقني الرب لغاية لا أعرفها، لأن الرب
كما معلوم أنه فوق الحواس الإدراكية والسمعية. هاي جميل وحدة. جدا، يعني خلقني لغاية لم أعرفها، هذا لعب، هذا طعن في الرب. أنا أقول لك يا محمد، لماذا نصنع السيارة؟ بس خلينا نجاوب. لا أجبني هنا بقى. شوف، أنا سبتك ألقيت شبهة واثنين وثلاثة ومشيت معاك، وبعد ما أجبتك قلت لي لا أنا خلاص تركت التشيع وأصبحت ربوبي. وأنا مش هقول عذرك، لكن أنا أعرف أن التشيع يأخذ إلى طريق الإلحاد. لكن خلينا أنا وأنت واحدة واحدة. أجبني، لماذا تصنع السيارة؟ تصنع السيارة لغاية. أيوة، لغاية إيش؟ لغاية اللي يعني نستفاد منها للمشي وللوصول إلى شيء معين نريده. أحسنت. يبقى أنت بقى أفضل من الرب عياذا بالله. يعني أنت أعقل من الرب عياذا بالله، إنك تبني له تصنع السيارة لغاية، وتصنع البيت لغاية، وتصنع. طيب الرب هذا خلقك، هل منعك من الزنا؟ ربوبي. منعك من الزنا؟ شلون؟ منعك الرب هذا من منو؟ الزنا؟ الله في الإسلام ما. لا ماليش دعوة بالإسلام، عندك أنت، عندك أنت. لا، لم يمنعني، لأن أنا ربوبي، يعني ما عندي شو اسمه ضوابط. أيوة. طب ما تزعلش مني يا محمد، هضرب مثل بس ليس عليك أنت. لو رجل نعم. أراد أن يزني مع جارته، هل يوجد رادع لا أو منع وهو ربوبي؟ نعم. القانون. قانون إيش؟ ما أنت قلت من شوية لا يمنعك. قانون إيش؟ القانون وليس التشريع. أكو جميل. تشريع. إيه القانون اللي يمنعك؟ القانون يمنعك بإيش؟ قانون يمنعك إيش؟ أي قانون؟ القانون يمنعني عن هذا الفعل. إزاي يأتيك القانون يقول لك إيش؟ إيه اللي غلط فيه؟ يعني هسه احنا عندنا في القانون العراقي يحاسب يعني أنت تركت الرب الملك وذهبت لبعض القوانين الوضعية وجعلتها إلهك. فمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على إيه؟ شوف، ختم على السمع والقلب والبصر. طيب لو أنا في بلد ليس فيها قانون يمنع ذلك، كأوروبا مثلا، ويجوز للمرأة أن يقول لها ماي فريند. لو نعم. المرأة يجوز لها أن يكون لها صديق، وهي تعيش في بلد تحل ذلك، وهو ربوبي، هل يمنعه شيء؟ نعم يمنعه. إيش؟ نعم، غيرته على مرته. غيرته على مرته؟ إيه؟ مش مرته، ده مرت جاري. لا. ها مرت جاره. ويريد أن يزني لا. بها. لا يمنعه من شيء. انت بس خلينا نفهم. لا يمنعه شيء. طب ثواني بس يا محمد، أنت تقبل ذلك على أمك لو كانت ربوبية؟ لا مستحيل. أيوة، شفت يا محمد، علشان لسه عندك الحس الإسلامي، علشان أنت مسلم لا تقبل ذلك، بس قبلت الآن وقلت لا يمنعه شيء، لا يمنعه ذلك. طيب يا محمد، ما تزعلش مني برضو، خليك معايا. رجل عنده شذوذ، رجل عنده شذوذ، فهل يمنعه لو كان ربوبي أن يفعل فعل قوم لوط؟ لو كان ربوبي، يعني إذا كان الفعل به غلط أو متعلق بعاداته وتقاليده، هسه صحيح يعني ما أعترف بالإسلام، بس أكو عندي عادات متجد. ما بكلمش أنت على عاداتك أنت بقى، هو ربوبي وما عندوش عادات وتقاليد وفي بلد منفتح، وهو يحب فعل هذا الأمر، يفعله؟ يفعله إيه؟ أيوة، أعوذ بالله. طب لو هو أبوه يحب هذا الأمر، ممكن يفعل مع أبيه ذلك؟ ما في شيء يمنعه يا أخي. أنا ما في شيء يمنعه. أنا شنو إيه بس؟ شفت بس، أنا أوضح لك نقطة بقى يا محمد، ارجع معايا كده، وأنا عذرا إن أنا توسعت في هذا المجال. أما أنا دين الإسلام السمح الجميل يمنعني من فعل اللواط، من الزنا، من السرقة، من القتل، محجمني بأمور لا أستطيع أن أذهب إليها ولا أفعلها عن قناعة، ويأمرني بالصلاة، أقوم في البرد لأقف بين يدي ربي في صلاة الفجر وأشعر بلذة، أشعر براحة، أشعر بسكينة وأنا أسبح الله، أشعر برحمة وسكينة وأنا أقرأ القرآن الكريم، أشعر براحة وطمأنينة وأنا أقرأ من القرآن، وأشعر بسكينة وأنا أصلي، أشعر بسكينة وأنا أصوم وأمتنع عن الطعام والشراب. البعض ممكن يمتنع 16 ساعة عن الطعام والشراب، وأشعر براحة وطمأنينة. وإذا بي في هذا القرآن كلما مر عصر من العصور يجد
البشر أشياء من العلوم قد ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى منذ أكثر من 1400 عام. أما هؤلاء الذين يفعلون كل هذه الموبقات من زنا وسرقة ولا يمنعهم شيء، انظر إليهم الآن، انظر إلى الغرب، تجد كثير من اغتصاب الأطفال ومن اغتصاب النساء وكثير من السرقات ولا يمنعهم شيء. لكن انظر إلى مجتمع أنا أمنع ذلك وهذا وأرتاح وأشعر براحة وأشعر بسكينة. تعرف حتى لو الإسلام ما في شيء اسمه إسلام ولا شيء، ده تنزلا عياذا بالله، لكن هذا يقيني راسخ في قلوبنا. أنت عارف لو ما فيش إسلام ولا في أي شيء أنا لم أخسر شيء. أنت خسرت شيء يا مسلم؟ لو ما في حساب في القبر ولا في إسلام أنت خسران شيء الآن؟ قاعد سعيد مرتاح نفسيا بعدم فعل الحرام لأنك لا ترضاه على أهلك، وحتى وإن كان ليس لك أهل لا ترضى أن تسرق أحد ولا تقتل أحد ولا تسب أحد، تعبد ربك، تصلي، تصوم، تتقرب إلى الله بفعل الطاعات، فمرتاح نفسيا حتى وإن لم يوجد فيه إسلام. ما خسرت شيء، لأن أصل الأمر في الدنيا السعادة وأنا سعيد. فما بالك في حساب وعذاب وستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن لم يكن في حساب فالمسلم فائز، وإن كان في حساب وعقاب فالمسلم فائز، وأنت في كلتا الحالتين لست بفائز. ورب الكعبة أنت في قلبك الآن يا محمد حيرة، وفي قلبك هم وغم. صلى أن يهديك ويعود بك إلى الإسلام، وأنت كنت على ضلال في التشيع، لكن لو دخلت إلى مذهب أهل السنة والجماعة ستشعر بالراحة والسكينة، وأسأل أن يردك إليه ردا جميلا يا محمد.